صباح العسل، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباحنا مشرق بنور الله. احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ويحفظكم يا رب العالمين، ويخلي لكم ولادكم وينجحكم وينجح جميع اولاد المسلمين اجمعين، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ايه ده يا ام منى اللي انت عاملاه النهارده ده؟ تعالوا كده مع بعض خشوا معايا كده الفيديو وشوفوا انا عملت ايه كده النهارده. وعملنا غدا ايه بسيط وسهل وسريع. بصوا حاجة والله العظيم تحفة تحفة تحفة. يعني كلمة تحفة شوية عليها بصراحة. ده شكل غدايا كان النهاردة. هنخش كده مع بعض الفيديو وندخل ونشوف هنعمل ايه. تابعوا معايا الفيديو كله بكل حركاته وكل تفصيله وكل تكاته زي ما بيقولوا. هنشوف احنا عاملين ايه النهارده والعظمه دي انا عاملاها ازاي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. احلى اخواتي وحبايبي ومتابعين، تعالوا كده مع بعض نشوف انا عملت الغدا دي النهارده ازاي. لايك وشير للقناه. حابه تشيروا لي الفيديوهات كلها على قد ما تقدروا، على قد على اصحابكم وحبايبكم، على كل متابعينكم يا رب. وتعالوا كده مع بعض نسمي بالله ونبدا كده ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا كده مع بعض نشوف احنا هنعمل العظمة اللي انا عاملاها دي ازاي. غدا سهل وبسيط وسريع، يلا بينا نبدأ ونسمي بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. صباحنا ورد وفل وياسمين، صباحكم مشرق بنور الله، صباح الورد صباح الياسمين على أحلى ناس وأحلى متابعين. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي. وجودكم معايا في القناة شرف ليا وتاج على راسي. ربنا يصلح حالي وحالكم جميعا. تعالوا كده مع بعض كده واحنا لسه بادئين اليوم بطاقة إيجابية كده. كل واحدة فينا تقوم تشوف يا حبايبي اللي وراها وتخلص مصالحها بدري. الشغلانة المقضية بدرية منسية، ولا معرفش أمي بتقولها ازاي. الشغلانة البدرية منسية، تمام كده. تعالوا كده مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه النهارده. معاكي ايه يا ماما النهارده؟ تعالوا كده بسم الله. معايا نص كيلو من الكوسة، تمام كده. ومعايا فرخة حوالي كيلو، هي ما تعديش كيلو بالظبط يعني، خلاص او كيلو وشوية، تمام كده. معايا فرخة كاملة ومعايا بصل، تمام، ومعايا طماطم، ومعايا نص كيلو من عصير الطماطم انا مفرزاها يا بنات، تمام كده. ومعايا 4 فصوص توم ونص جرن فلفل شطة. ايه يا منى ما هتعملي بيها ايه الكلام ده؟ هنعمل احلى صينيه كوسه بالفراخ. خلاص كده. معاكي ايه تاني؟ معايا نص كيلو من الكوسه، ومعايا بصلتين محترمين كده مقطعاهم زي ما انتم شايفين، تمام. ومعايا حبايه من الطماطم برضو مقطعاها صغير، والفرخه. ومعايا 4 فصوص من التوم، تمام كده. ومعايا نص جرن فلفل شط، الفلفل بتاعي حر فانا جبت نص جرن بس، تمام كده. ومعايا نص كيلو من الطماطم انا مفرزاها طبعا فمطلعاها من الفريزر فكت، وهنستعملها النهارده في الوصفه بتاعتنا الحلوه دي، تمام كده. هناخد معانا التوم ومعايا البصل ومعايا الطماطم، وهناخد الكلام ده كله ونروح بينا على البوتاجاز. هنعمل احلى صينيه كوسه تاكلوا صوابعكم وراها. تابعوا معايا الفيديو للاخر، تمام كده. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. وتعالوا كده مع بعض معايا على البوتاجاز نشوف احنا هنعمل ايه. قالوا يا حبايبي معايا الصينيه، اي صينيه عندك هتعملي فيها، تمام، اعملي فيها. انا معايا صينيه من الالومنيوم عادي، عندك بايركس حطي، عندك تيفال حطي، المتاح عندك اعملي فيه. معايا صينيه على النار اهي، تمام كده. هنزل فيها بمعلقه من السمنه اهي، تمام كده. وهنزل عليها، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. هنزل عليها بالبصل اللي معايا اهو، خلاص. هديله تتبيله حلوه كده الاول. تابعوا معايا الفيديو يا حبايبي للاخر، في حركات بسيطه كده بتفرق جدا معانا في الوصفه بتاعت النهارده. خلاص كده. ندي البصله كده تشويحه محترمه، تمام كده.
خلاص يا دوب يدبل معاكي كده يا حبيبتي اهو. بتشم ريحه البصل كده وهي بتطلع معاكي مع السمنه. بعد كده هتنزلي عليها بالفراخ اهو. هنزل معاها بالفراخ بتاعتي. تمام. بسم الله اهو. يا دوب وخد تتبيله كده. تمام اهو. هنعمل ايه بعد كده؟ هنسيب الكلام ده على النار؟ طبعا لا، لازم نبخر الفراخ بتاعتنا. هنزل عليها بمعلقه صغيره كمون اهو. يبقى معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر اهو. كله على الفراخ ني في ني. الصينيه دي يا حبايبي بتبقى ني في ني. يعني ايه ني في ني يا منى؟ كله كده بيتشوح مع بعضه، بيدينا احلى طعم في الاخر. نص معلقه من السبع بهارات. يبقى انا نزلت بكمون، فلفل اسمر، نص معلقه كده صغيره من السبع بهارات. تمام كده. معلقه من الكزبره. خلاص. ومعايا بابريكا اهي. هننزل كده بقيمه حوالي معلقه صغيره من البابريكا. خلاص كده. وشم بقى الروايح يا بنات، حاجه بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اهو. زي ما انتم شايفين معايا كده. تمام. هسيب الكلام ده كله كده ياخد صدمه من الناحيتين كده. بسم الله ما شاء الله اهو. نقلبها كده مع بعضيها اهو. لحد ما تشم ريحه البهارات كده طالعه مع البصل والفراخ. بصوا حاجه كده بسم الله ما شاء الله. جربوا بس الطريقه اللي انا بعمل بيها دي كده وهتدعوا لي. واوعي تقولي ان هي بيبقى فيها ريحه زفاره. استحاله يبقى فيها زفاره يا بنات. تمام. تمام كده اهو. نسيب الكلام ده كله كده ياخد تشويحه مع بعضه. بعد كده هنزل عليهم ب4 فصوص من الثوم، ياخد كده من بعضه اهو. تمام. هخرط عليهم نص جرن الفلفل معايا دوت اهو. هيديها ريحه كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، تديها ريحه وتسكيره كده تحفه. تمام. ايه تاني يا ام منى؟ هنزل عليهم بحبايه الطماطم اللي انا مخرطاها كده. تمام اهو. بصوا الله بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه كده لحد ما يتشوحوا مع بعض شويه. وبعد كده هنشوفهم هيبقى شكلهم ازاي. بصوا يا حبايبي، بعد ما خدت كلها كده تشويحه مع بعضيها، بصوا بسم الله ما شاء الله اهي. تمام كده. هنزل عليها بنص كيلو من عصير الطماطم اللي انا مفرزاها دي. هنزل كده بيها على الفراخ دي. حتى لسه كانت متلجه كده معايا اهو. تمام كده. احلى صينيه كوسه هتعملوها في حياتكم بالفراخ. بصوا بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنزل عليهم بمعلقه كده من الملح، نملحها شويه كده. خلاص اهو. ما تكتريش ملح يا حبيبتي لحد ما ايه اللحمه بتاعتك كده والخضار يتسووا مع بعض. وبعد كده تظبطي ايه الملح بتاعك. خلاص. يبقى دي الصينيه اللي انا نزلت فيها بالبصل وبالفراخ وب4 فصوص من الثوم وحبايه طماطم انا مقشراها طبعا ومخرطاها خرط صغيره، ونزلت عليهم بالفراخ وشوحت كله كده مع بعضه تشويحه حلوه وبسيطه. وبعد كده نزلت عليهم بنص كيلو من عصير الطماطم. وده بيكون شكله كده. هنسيب الكلام ده كله يتشوح مع بعضه برده حوالي دقيقتين كده، يغلوا كده مع بعضيهم.
وبعد كده هننزل عليهم بايه؟ بالكوسه بتاعتنا. هيستووا كده كده كله مع بعضه على البوتاجاز ني في ني كده، بتبقى احلى صينيه كوسه بالله يا بنات. حابه كل حبايبي وكل متابعيني يجربوها بالطريقه اللي انا عملت بيها دي، ويقولوا لي ايه رايكم كده في التعليقات. تمام كده؟ اللي وصل معايا الفيديو لحد كده ما ينساش اللايك ليا للفيديو والاشتراك في القناه وتشيروا لي الفيديوهات على قد ما تقدروا. بحبكم في الله يا حبايبي، ربنا يديمكم يا رب نعمه في حياتي. هسيب الكلام ده كله ياخد غلوه كده مع بعضيه، وبعد كده هانزل عليهم بالكوسه اللي معايا. خلاص كده بنص كيلو من الكوسه بتاعتنا دي هنروح نازلين بيها عليه بس ما ياخد غلوه كده مع بعضه، وبعد كده هوريكم كله على الطبيعه. تمام كده؟ وهعمل شويه رز بالشعريه جنبه، وهيبقى احلى غدا النهارده. قولوا له ايه رايكم كده معايا، وتابعوا معايا الفيديو للاخر. حبايبي كله كده اتشرب كده مع بعضه. بصوا اهو، هنزل عليهم بالكوسه اللي معايا. تمام كده؟ معايا نص كيلو من الكوسه، هننزل كده مع بعض عليها اهو زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اهو. خلاص كده يبقى احنا نزلنا عليها بعد ما خدت تشويحتين كده مع بعض حوالي دقيقتين او 3 بالظبط، وبعد كده نزلت عليها بكميه الكوسه المحترمه اللي معايا دي، وهسيب الكلام ده كله مع بعضه كده ياخد ويدي مع بعض شويه. وبعد كده هناخد الصينيه بتاعتنا الحلوه دي، انا مشغله فرن البوتاجاز بتاعي. هاخد الصينيه بعد ما تاخد كمان غلوتين على البوتاجاز يبقى كله الكلام كله اتشوح مع بعضه، هدخلها الفرن. وبعد ما تطلع من الفرن هوريها لكم. هعمل معاها بقى جنبها شويه رز بالشعريه وتمام كده وفل وعسل و14. تمام كده؟ هسيب الكلام ده كله يغلي كده مع بعض كده غلوه معتبره كده على البوتاجاز، وبعد كده هدخلها الفرن زي ما انا قلت. تمام كده؟ وانا بعد ما تطلع ان شاء الله كده من الفرن انا هوريكم شكلها بيبقى ازاي، وهعمل معاها شويه رز بالشعريه. تمام كده؟ تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف مع بعض الغدا بتاعنا بيكون شكله ازاي. خلاص كده؟ بعد ما دخلت صينيه الكوسه بالفراخ كده الفرن، تمام، بعد سبتها شويه كده تاخد وتدي بشكل ودي كده. حلوه الكلمه دي والله يا ماما، تاخد وتدي بشكل ودي. سبتهم كده مع بعض شويه وخدت يا دوب غلوتين ودخلتها الفرن. تعالوا كده مع بعض نعمل شويه رز بالشعريه. حله على النار. تمام كده؟ هنزل فيها بشويه من الزيت زي ما انتم شفتوا كده، وهننزل فيها بالشعريه. كلنا ستات بيوت شاطره، مش مستاهله ان انا اقول لكم هنعمل ايه وننزل ايه. تمام كده؟ هعمل معاها شويه رز بالشعريه، وهيكون ده الغدا بتاعي النهارده سهل وبسيط. تمام كده؟ بحبكم في الله يا حبايبي. تمام، هعمل شويه شعريه كده احمرها وهنزل بيها، هنزل بيه الرز عليها كده. تمام، وهنغرف مع بعض الغدا ونشوف شكل الصينيه بعد ما تطلع كده من الفرن تبقى مظبوطه ولا لا. ناخد مع بعض كده مهله كده بسيطه كده نشوف الدنيا هتبقى معانا ازاي. خلاص هحمر الشعريه كده مع بعض. تمام، وبعد كده هننزل عليها بالرز بتاعنا. ننزل كده عليها بالرز بتاعنا الحلو ده. معايا نص كيلو من الرز المصري المغسول. تمام كده؟ نقلب الكلام ده كله كده مع بعضه، اديها تشويحه كده مع بعض الرز والشعريه. خلاص هننزل عليهم بالملح بتاعنا. ظبطي القعد بتاع الرز كده، ظبطي الملح بتاعه. تمام، ونشوح الكلام ده كده مع بعضه. وبعد كده هننزل بالميه بتاعتنا. خلاص اهو، نسيب كده الرز بتاعنا يستوي كده مع بعضه لحد ما صينيه الفراخ بتاعتنا بالكوسه تطلع من الفرن، وهنسيب الرز كمان يستوي. وبعد كده هنغرف الغدا مع بعض كده ونشوف الغدا بتاعنا كان شكله ازاي النهارده. حبايبي المتابعيني اللي بيشوفوني شوفوا الفيديو بس معايا للاخر عشان تعرفوا كل الحركات وكل التكات وكل التفاصيل بتاعتنا. تمام، بحبكم في الله. هنسيب الرز كده يستوي على النار، والفرن الفراخ في الفرن مع الكوسه، وهنوريكم شكل غدانا بيبقى شكله ازاي. بعد ما طلعنا صينيه الفراخ مع الكوسه من الفرن ده بيكون شكلها. بصوا
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله حاجة تفتح النفس. بصوا شكل الفراخ عاملة ازاي، بصوا حاجة كده من الآخر، فاخر من الآخر. خلاص، ايه رأيكم؟ والصوص بتاعها الحلو، اللون بص، حاجة بتتكلم عن نفسها بصراحة، فعلا فعلا بتتكلم عن نفس. تعالوا كده مع بعض نغرفها ونشوف شكل الفراخ بتاعتنا شكلها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا كده ناخد كده، بسم الله. عادي سيبك ايه يعني، في رجل يعني، عادي سيبيها. ده الفراخ بتاعتي، بصوا اهي، شوفوا. تعالوا كده نشوف اللحمة كده، بصوا بصوا شكل الفراخ من جوه عامل ازاي. بصوا بالله تحفة يا بنات، شاربة من التتبيلة ومن الصوص اللي نازل كله منها. بصوا حاجة بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاجة كده تحفة تحفة تحفة. تمام كده، هنغرف كمان مع بعض كمان حتتين، وهنغرف غدينا ونشوف شكله ازاي. اهو اهو، بصوا بصوا شكل اللحمة، حاجة والله من الآخر. اهو جربوها بس بالطريقة اللي انا عملت بيها دي كده، وقولوا لي ايه رأيكم فيها. حاجة كده من الآخر صراحة، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وده شكل الكوسة بتاعنا اهو، بصوا بصوا الكوسة شكلها عامل ازاي اهو. هعرف كمان طبق معاكم كوسة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طعمها حكاية وخطيرة خطيرة، حباكم تجربوها كلكم بالطريقة اللي أنا عملت بيها دي، وقولوا لي إيه رأيكم فيها. حاجة كده والله تحفة تحفة يا بنات. أهو ده طبق كوسة كمان أهو، شوفوا كده معايا وقولوا لي إيه رأيكم بس في التعليقات. بصوا أغرف الرز بس معاكم أهو أهو. بصوا الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. لايك بقى وشير للقناة على كل حبايبكم ولكل متابعيني. بصوا اهو، ده غدايا صح، بس الطبق كده اهو. ده كان شكل الغدا بتاعي، سهل وبسيط، حاجة من الآخر كده. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اتفضلوا معانا شكل الغدا اهو، وقولوا لي ايه كده رأيكم بعد ما تجربوه كده. الطريقة سهلة وبسيطة، مفيش أبسط من كده ولا أسهل من كده. خلاص، شوية كوسة كانوا عندي ومشيت الأمور بيها ومشيت يومي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وايه رأيكم في الغدا بتاعي النهارده. اتفضلوا معانا اتغدوا، وبحبكم في الله. لايك وشير للقناة. احلى اخوات واحلى متابعين ليا في الدنيا. دمتم بخير يا حبايب قلبي، والسلام عليكم.